فايت ليكم سمعتو بداك خاينه اللي محيح في الدرب، كلشي كيخاف منه، صغير وكبير، وبنادم كيضرب لي الف حساب غير باش ما تجيش عيني معاه. ولكن هاد خاينه هو نيت داك السيد اللي داز من باسي صعيب اللي خلاه هكا، خلاه يحقر على بنادم وخلاه لي قلبه قاصح ما كيعقل على حتى حد. ولكن الا شديتي مع الخاطر وبركشي معاه غتعرفوا على الحقيقه ديالو، غتعرف باللي قلبه بيض، غير الدنيا اللي وصلاتو لهاد الماصل. ولكن الغلط من بنادم اللي داير بيه، حيت مازال ما عرف المعدن ديالو الحقيقي كيف داير. حكموا عليه غير من الشوفه الاولى، وديك الشوفه مبقاش في عينيهم حتى الاخر. هاد خاينه ولا هاد السيد اللي دوينا عليه هو بخلاصه انا هو هذا، عندي كيف الكبير كيف الصغير اللي دار يخلص. اما واحد الدرب فرا كامل محشار مني، حيت منوض فيهم الرعب ديال بصح. السميه من الاحسن ما نقولهاش، حيت كنفضل السميه اللي مسمين عليا واللي كلشي كيعرفني بها. ومن جهه اخرى انا بديت معاكم بالوجه خايب اللي فيا، داكشي علاش ما جاتش نقول لكم سميتي الحقيقيه. كيف قلت لكم انا طاغي على الدرب كامل بناسو وبولادو، داكشي علاش بنادم مسمي عليا الطاغيه اللي مرونه وما خلى حتى حبس ما زاروش وما دخلش ليه. والروشي اللي عندي في حياتي هو واحد وقليل فاش كيتبدل، ولكن كيرجع كيف ما كان وبحال ديما. كنفيق خاسر وراسي باغي يتشق، حيت مازال ما كميت جوان، وبحكم ساكن راسي وعايش بوحدي لحني الله رحيم. كلشي كنديرو بوحدي وحتى حد ما كيوجدها ليا وكيحطها ليا عند راسي. وانا كنت كيف واقف على المقراش اللي حاطو في البوطه الصغيره كيغلي، مع كيطيب مع كنكون سالي جوان، كنطيب واحد الدكه وكنخرج قدام الراس ديال الدرب، حاضي اللي جاي وحاضي اللي غادي. فين ما يبان لي شي بلان كنوقف وكنتم غادي قاصد مولاه. وبحال دابا بانت لي واحد خيشي جديده في الدرب، مشيت قصدتها وحشه وقفت عليها بحال الجن، غير شافتني رجعت اللور. قالت لي خويا بغيتي شي حاجه؟ في الحقيقه لا، ما بغيش والو، بغيت غير نعرف عند من جايه. ياك ما جايه عند نبيله بنت الخضار. جاوبتني بالزربه وقالت لي لا خويا انا كنت غير في السوق، حيت عاودوا لي عليه زوين وفيه كلشي. بديت كنضحك وقلت لها السوق ضحكتيني في خبارك، ولكن غتسمعيني مزيان. هاد الدرب فوتيه حيت فيه غير مواليه، اخر مره نشوفك داخله لهنايا ولا كدوري فيه بقات كتشوف فيه ومخلوعه حتى تماش غادا مكسيريا. صافي رجعت فين كنت واقف وما عرفت الصراحه علاش كندير هكا. ديما فاش كنشوف شي واحد ماشي من الدرب ما عرفتش واش غير عليه ولا انا هكا ما كنبغيش بنادم يشاركني في شي حاجه ديالي. المهم بقيت عاس في الدرب وضروري من الصداع، ضروري شي واحد يجبد الاخر، وهكا كتنوض مطايفه بيناتهم. ولكن طاغيه فاش كتوصلوا الخبار وفاش كيوصل البلاصه فين مضاربين الجوقه كتفك، واللي كانوا مضاربين كيطلبوا مني السماحه. هادشي بعدا ما وقعش اليوم، حيت اليوم كان ماتش ديال الكره وكلشي ملاهي معاه. اما انا غير سالا النار ووصلت الوقيشه اللي كندخل فيها للدار، حيدت من قدام راس الدرب وطلعت البيت اللي فيه السطح اللي ساكن فيه، غير مخلينو ليا شي ناس وصافي. اما انا بلاصتي كانت غتكون الزنقه. ما بغيت الصراحه نطرق لهذا الموضوع حيت عندي معاه ماضي خايب، وفاش كنجبد داك الماضي من قاع الخابئه كنحس براسي فاشل وما كنبقاش انا هو الطاغيه. المهم بركش كنطيب ليه في واحد الكاميله، وفاش خليت الطيب خرجت على برا السطح، شعل الجوان وبقيت كنشوف في النجوم وكنشوف كازا كامل قدامي. واحد شويه غنسمع شي تخرشيش في واحد السطح قدامي ديال الجيران، بقيت كنشوف واحد البرميل حيت بلي تخرشيش جاي منه. ولكن ملي حققت وسمعت مزيان جاب لي الله غير تخيل ليا. صافي نسيت، مشيت طليت على الكاميله وخليت الجوان ديالي محطوط فوق من واحد الكرسي. فاش شفت فين وصلت الكاميله رجعت فين كنت واقف ومع التحنيش عند الكرسي باش نهز جوان ما كنلقاش. درني راسي وبديت كنقلب وكنقول اش هادشي، واش انا طلعت ليه تبويقه ومازال حتى ما كملت الجوان؟ ميمكنش. واحد اللحظه وانا كنقلب عليه ومعصب ديال بصح حيت هو اللي بقى عندي. داك البرميل بدا كيتهز وكيتبدل من بلاصه لبلاصه، انا جاب لي الله بحال شي واحد وسطو وكيتحرك فيه. بقيت مخلوع شحال وما عارفش شنو هادشي. تبويقه ما حاسش بها، ولكن شنو هادشي اللي كنشوف ومن الفوق في الليل؟
ما بغيتش نبقى واقف ما كندير والو. قلت غنقص السطح ومعول يكون شي بروش ولا شي واحد كيضحك معايا. ما غاديش نحلف، ولكن غنلوحو من هنا. هي هذيك، نقصت السطح عند الجيران وتميش غادي قاصد البرميل. غير وقفت حداه، كان كيتحرك بحال الاول، ولكن فاش قربت ليه وقف وما بقاش كيتحرك. حطيت يدي بشويه على الغلاقه ديالو وبديت كندور باش نحل. غير حيت الغلاقه كامله ديال البرميل، ما بان لي في وسطو والو. بديت كنطل، ولكن البرميل كيبان خاوي. باش نزيد نتاكد ونهني راسي، جبت النوكيا الصغير اللي عندي ودرت بيه البيل. وانا غطرا واحد الحاجه، حيت غير شعلت البيل وسط البرميل حسيت بشي حاجه ضربتني في جبهتي. بالخلعه رجعت اللور وشاد جبهتي، ما فهم والو. كنشوف غير في يدي واش فيها الدم، ولكن ما بان لي حتى حاجه. وحيت بان لي هادشي ماشي هو هداك، نقصت السطح بالجرة ورجعت البراكه ديالي. تخشيت وسط منه وبقيت كنشوف وساعي حتى تحرقات الكاميله كامله. ديك الليله الصراحه طلع لي الدم وما بقيش عارف ما ندير، واش نبدل البيش وانا غير عاطينو ليا وما فراس مالي والو، ولا نبقى هنايا ونحاول نعرف اش هادشي. المهم ديك الليله دازت عليا العذاب في عذاب، بحال انا ماشي هو الطاغيه ديال الدرب، الطاغيه اللي كلشي كيخاف منه. صافي جا الصباح، ما قدرتش نخرج من البيش غير من الخلعه. بقيت غير متكي على داري وكنفكر في داكشي اللي وقع البارح في الليل. حتى واحد شويه غنسمع الدقان في الباب ديال البيش. نط ومشيت نحل، ولكن فاش حليت ما لقيت والو. او كيفاش هادشي؟ واش انا بديت كنحماق ولا شنو؟ رجعت بركش فين كنت وما داز حتى 5 دقائق بديت كنسمع ثاني الدقان. هاد المره ما مشيتش للباب، ولكن مشيت لواحد السرجم صغير. بديت كنطل منه وباغي نشوف شكون مول الفعله، حيت الا حصلتو اليوم غتكون الكنازه ديالو. ولكن واخا هكاك فاش طليت من السرجم ما لقيت والو. انا سخن عليه الحال ودرني راسي، خرجت من البيش وهبط للدرب. بقيت واقف فيه حتى جا وقف حدايا رضا. غير شافني سولني مالك مغوبش وبحال ما عجبكش الدنيا. انت اصلا الدنيا ما بقى فاهم يتعجب. بدا كيضحك، قال لي واقيلا نسيتي راسك انت شكون؟ انت راك الطاغيه يا صاحبي. قلت لي طاغيه تسالاو لي البارح. شدني وقال لي ايه مالك صاحبي شنو وقع ليك؟ واش عندك شي مشكل؟ عاود ليا راه نقدر نلقى لك الحل. قلت لي هاني غنعاود ليك وانت حكم راسك. البارح سيدي كنت في السطاح، كنت كيف ما عليا ما بيا، حشب لي واحد البرميل في السطاح ديال الجيران كيتحرك راسو. انا ما فهمت والو، وداكشي جاني بحال شي حلم. كيبان لي داكشي كيتحرك راسو، وحتى فاش مشيت طليت ما لقيت والو، ولكن غير درت البيل في البرميل بحال شي حاجه ضربتني في جبهتي. ما فهمت والو، ومن موراها تخلعت ورجعت السطح فين كنت. وحق نسيت الجوان كنت حطيته فوق من واحد الكرسي، وفاش جيت نشوف ما لقيتوش. وصافي من مورا ستيش عليه البيش وما خرجتش للصباح. ولكن في الصباح ثاني كنسمع الدقان، وفاش كنمشي نبغي نحل باش نشوف شكون كنت صدم وما كنلقى حتى حد. هادشي وقع 2 المرات. قال لي خويا ما عرفت شنو هادشي اللي وقع معاك، ولكن كنعرف واحد السيد يقدر يعرف. قلت لي اتيني بيه، ولكن بعد شكون هذا؟ انا كنعرفو. قال لي لا كاع ما كتعرفو، ولكن هو يقدر يعرف شنو هادشي اللي وقع ليك. ديك الساعه تحركش معاه نعرف شنو هادشي. وصلنا لواحد الدار كاينه في الدرب نيش. يلا بغيت طلع مع الدروج، حبست وقلت لي هاد الدار ديال من؟ قال لي ديال الراجل اللي ساكن فيها. قلت لي ولكن انا عارف بلي هاد الدار ديال مي نعيمه. كيفاش؟ قال لي وياه راه هي اللي كاريه لي بيت في السطاح. بيت في السطاح تا هو بحالي. وقيل بديت كنفهم. قال لي المهم خلينا نطلعو. صافي طلعنا في دوك الدروج حتى وصلنا للسطاح. بدا كيدق رياضه في الباب حتى خرج لينا واحد الراجل شارف. عيش من حقق فيه، ولكن عمرو بان ليه في الدرب. واخا الدرب عندنا صغير وشي كيعرف شي. دوا مع رضا وقال لي هاد الدري وقع لي واحد المشكل، ودابا جينا لعندك باش نعاودوه ليك. الراجل بقى كيحقق فيا وكيشوف فيا شحال، حتى قال لينا دخلوا مرحبا. صافي حلينا الباب، دخلنا وبركنا ويجي برك حدانا. قال لي انت اللي وقع لك المشكل؟ قلت لي انا. قال لي واخا شنو سميتك؟ بقيت ساكت حتى نقز رضا وقال لي الطاغيه. بدا كيضحك حتى قال لي قبل ما تقول لي المشكل اللي وقع معك عارف شو؟
كيفاش ما فهمتش؟ كيفاش عرف شي المشكل ديالي وانت مازال ما سمعشي؟ قال لي يلاه دوي، قولي المشكل ديالك وانا غنقول لك شنو كاين. واخا ما قلتي عيب. انا سيدي ساكن في البيج في السطح بحال هذا تقريبا، والبارح كنت كنكمي جوان في السطح في الليل حتى سمعت شي تخرشيش في واحد البرميل. من بعد مشيت نشوف ما لقيت والو، ولكن فاش درت عليه البيل شي حاجه ضربتني في جباشي حتى كنت غنطيح. وقبل كنت حطيت جوان ومشيت نشوف الكاميله فين وصلاش، ولكن فاش رجعت ما لقيتوش. بدا كيضحك قال لي تلاقي شي معجن كماي. رضا شا هو غير سمعها بدا كيضحك وانا هنا ما عارف ما نقول. كنقول ليه المشكل اللي عندي وهو ميش عليا بالضحك. في الساله قلت لي واش هادشي جاك ضحك؟ وقيل مازال ما عرفتي شكون انا. قال لي راه هادشي علاش خرج ليك الجن. قلت لي جن؟ كيفاش جن؟ قال لي اسمعني، انا كنت بحالك وكثر منك كاع. كنت انا طاغيه ديال دربنا اللي كنت فيه، حتى واحد النهار غيوقع ليا بحالك، غيخرج ليا جن، ولكن ماشي باش يأذيني، خرج ليا باش نولي صاحبه ونخدم انا وياه. خلي شو كيدوي وشفت فريضه وانا نقول لي جايبني عند واحد هارب لي الفريخ ولا شنو. يلا خلينا نمشيو. حبسني رضا وقال لي غير اسمع. قلت لي ما عندي ما نسمع، انا دابا غنمشي، بغيتي تمشي هبط لعندي. هبطت من داك السطح لتحت. يلا بغيت نزيد لقيت رضا شابعني وكيحلف لي بلي هذا الراجل كاع ما هرب لي الفريخ. بالعكس صاحبي، راه هادشي اللي كيعاود ليك راه وقع معاه شحال هادي. قلت لي انت باش عرفتي بلي كان بحالي؟ قال لي الوالد عاود ليا حيت كان عشيرو ويمكن تكون قصك بحال قصو. قلت لي راه جنون هادوك، واش عارف اش كتقول ولا لا؟ قال لي وشنو فيها؟ واش عارف شنو تقدر دير الا كان عندك شي جن صاحبك؟ راه تقدر تطلب منه اي حاجه يديرها ليك. رضا بديتي كتخلعني حتى انت وليتي بحالو صاحبي. صافي من بعد هادشي خليت رضا واقف كيشوف فيا ومشيت للبيش مريح ومخلوع غير من راسي. ودابا عاد عرفتش بلي ديك الزعامه والقباحه اللي كندير مع الناس في الدرب ما نفعني في والو. ديك الليله دازت عليا العذاب حيت ما نعساش كامله، بقيت غير حاضي الباب ديال البيش، وفي كل مره نسمع شي حاجه كنتفكر الهضر ديال الراجل. جا الصباح اول حاجه بديت بها هي بديت كنكمي، وعول هاد النهار نمشي جيت للبحر، غنضرب شي جوج تلاحيات وغنرجع هو هذاك، وغنرجع دوده باش الناس. غير هو هادشي ماشي هو اللي وقع. فاش رجعت من البحر سخنت الماء سخون ودخلت دوش في الطواليت. غير خرج درت لي براد ديال الاشاي وشويه الخبز مع الزيت، ويلا حطيت راسي باش الناس حيت كنت عيان دار بصح. بديت كنسمع في التخرشيش، ولكن هاد المره تخرشيش بحال ديال داك النهار بالضبط. غير سمعت وانا تقافص عند شرجم الصغير. بقيت كنطل جاي داك البرميل وبان ليا هو نيت اللي كيتحرك. واحد الوقيته طلع ليا هادشي كامل في راسي وقلت مالي على حالتي. فين عمر الطاغيه خاف من شي واحد بنادم صاحبي وما خفناش منه، بقى لينا غير جنون. ويلا الطاغيه. صافي زعمت راسي وخرجت من البيش ومشيت قصد داك البرميل. نقصت السطح وجيت واقف قدامه كنشوف فيه كيتحرك وكيلعب من القنت للقنت. وفاش حليت لي الغلاقه ديالو ما وقع والو. شويه وانا نتفكر البيل. ديك الليله فاش درت البيل خرجت شي حاجه ضربتني في جباشي. شنو هي هاد الحاجه ما عرفتش. الا بغيت نعرف غادي خصني ندير نفس الحاجه اللي هي نشعل البيل. زعمت راسي براسي وجبت التليفون من الجيب. غير وركش على البيل وشعل الضوء طرا نفس البلان. بقوه الضربه ما بقيتش قادر نوقف. كنشوف في الارض كتمشي وكتجي حتى لواحد اللحظه غنطيح على راسي. ما عرفتش شحال غيبت وشنو وقع فاش غيبت، ولكن فاش فقت لقيت راسي ناعس في بلاصتي. وهادشي اللي ما فهمتش. مغطي بجوج مانطاش، وانا فاش بغيت نعس لحش عليا غير مانطا وحده وباقي عاقل. فاش تفكرت هادشي كامل وتفكرت حتى داكشي اللي وقع فاش مشيت عند البرميل، بغيت نوض نخرج من الباب ونخرج من هاد السطح كامل. الباب كان مسدود. بقيت كنت عاقر معاه حتى لواحد اللحظه غنسمع بحال شي واحد دوا. غير غنسمع الصوت غنتسمر في بلاصتي من الخلعه حتى غنسمع نفس الصوت دوا. وهاد المره قال لي شوف موراك. انا ما قدرتش ندور نشوف حيت هادشي زاد على حدو وما بقاش بان ليا فيه اللعب. واحد شويه قلت غندور ولي ليها ليها. صافي غمضت عيني وتنفست مزيان. مع غندور نشوف ما غيبان لي والو. بديت كندور في راسي وكندوي غير بوحدي وكنقول لي شكون انت وفينك. بديت كنسمع في الضحك
ويقول لي ما غاديش تقدر تشوفني، ولكن بغيتك تسمع مني شنو غنقول. انا من اليوم وليت صاحبك، غنعاونك في داكشي اللي باغي دير واللي باغي توصل ليه، وما تخافش ما غاديش نأذيك. واخا واخا هادشي فهمتو، ولكن انت شكون وفينك؟ انا كاع ما كنشوفك صاحبي. ما غاديش تشوفني دابا حيت مازال الحال، وانا ماشي من الانس، انا جني، تقدر تسميني باللي بغيتي. قلت لي واخا، ولكن هادشي علاش انا اللي تختاريت نكون صاحبك. بدا كيضحك ويقول لي على ماشي انت هو الطاغيه، انا بغيت واحد بحالك اللي غادي يعاونني ومن الفوق كلشي يخاف منه ويحترمه. دابا انت باغيني انا حيت كلشي كيخاف مني وكيحترمني، ولكن نتوما راه بنادم كيكون غادي من اليمن غير كيشوفكم كيقلب الطريق كامله على ودكم. ضحك وقال لي عندك الحق، ولكن انا بغيت انسان بحالك اللي غادي يعاونني، وبالمقابل انا قادر نحقق اللي بغا واللي تشاها. قلت لي قبل ما نعرف شنو هادشي اللي غنتشاها واللي كنبغي، بغيت نعرف غير شنو غندير ليك، شنو هي هاد الخدمه اللي غتجي مع الطاغيه بحالي. قال لي سهله ماشي شي حاجه، انا بغيتك غير كل مره طلبشك فيها تجيب لي قربان باش نضحيو عليه. قلت لي قربان؟ قال لي كيف سمعتي؟ سمح لي ولكن خوك مكلخ شويه، زيد فهمني. قال لي القربان هو بنادم، بغيتك تولي تجيب لي بنادم باش نضحي عليه وفي المقابل طلب اللي بغيتي. قلت لي دابا انت باغيني نولي قتال؟ لا واش انا قلت هكا؟ انت غتولي تجيب لي غير الناس وغترجع اللور ما غادي دير والو، انا اللي غادي نتكلف بهم. ولكن اجي شنو بالك طلب شي حاجه؟ قلت لي بحالاش هاد الحاجه؟ قال لي دبر راسك، طلب اللي بغيتي، خذ راحتك. بقيت كنفكر شحال لدرجه غمضت عيني وبغيت نجبد داكشي اللي خاصني نيش. حتى لواحد اللحظه تفكرت راسي ساكن في سطاح وغير في بيت صغير، الا تسرحش كامل كنخرج عند الجيران. غير طاحت لي هادي في بالي، قلت لي بغيت دار فين نسكن. قال لي جاتك؟ بقيت كنتسنى واحد شويه حيت قلت لي فين. قال لي جاتك هي جاتك، انا دابا غادي نمشي، ولكن فكر في داكشي اللي قلت لك. المهم غدا في بحال هاد الوقيته في الليل نبغيك تكون موجود ليا قربان. يلا بغيت نسولو كيفاش غندير، ما بقاش كيدوي، وواخا بديت كنعيط ليه ما جاوبني حتى حد. من مورا تسرحت في بلاصتي وبقيت كنفكر بزاف ديال الوقت وعلى شحال عداني الناس وناس. الصباح غير فقت خرجت لبرا باش ناخد باريزيانا وفرماجه نفطر بيهم، وانا راجع من عند مول الحانوت بانت لي واحد الحديده جاي نيشان قدامي. بقيت حالفه فمي وكنقول تخيل الطاغيه تكون عندك دابا بحالها، انا نكون صايقه وحدايا شي ساطانيش تكون معايا، وانا كنشوف فيها وكنتخيل راسي انا اللي صايق. وقفات قدامي هي تنزل منها واحد المراه كتبان مكحله هذا البصاع، واللي غريب هو ما غتجي عندي غير انا، جات لعندي ديريكت وبدات كتسول فيا فين ساكن وشي اسئله بحال كيحقق معايا البوليس. فاش عرفات عليا كلشي وعرفت تصيلتي منين، قالت لي واش تقدر تطلع معايا الطوموبيل. بقيت كنشوف فيها وكندوي مع راسي كنقول هادي شنو بغات، ياك ما هي من داك النوع. يلا بغيت نخرج فيها عيني ونحافظ على شرفي. قالت لي كتسناك واحد المفاجاه. غير سمعت مفاجاه، اول واحد جا في بالي هو داك الجني اللي وقف عليا البارح. بلا ما نزيد نفكر كثر طلعت مع الطوموبيل وخرجنا من تما. بقاش غادا بيا ومازال كتسولني على عائلتي وشنو كندير في الحياه. انا ديما مولف كنكذب على بنادم قايل ليهم بلي انا ما خليش ما قريش، غير هو البلاد ما عطاتنيش. ولكن تلات خيشي بالضبط قلت لها كلشي عليا وما خبيش والو. واحد اللحظه وصلنا لواحد القنت كنت كنشوفه غير في التلفازه. غير وقفات قالت لي هبط وانا نهبط. بقيت كندور راسي في ذوك الديور وكنقول تخيل توقع بصح، تخيل عطاوني دار هنايا، هادشي غيكون من فضل الجني حيت هو اللي قال لي هادشي. صافي ملي هبطنا من الطوموبيل تمينا غاديين مع الاقامات ومازال مدواش وما قالش والو، واخا انا عارف وعندي واحد اليقين بلي هادشي هو اللي غادي يوقع. حتى لواحد اللحظه غنوقفوا قدام واحد العماره، غتشوف فيه وغتقول لي المفاجاه هي غتولي وحده من هاد الديور دارك. غير قالتها درت براسي تاثرت وبلي تفاجات، واخا انا كنت عارف هادشي اللي غادي يوقع. غير ملي سمعتها قالت مفاجاه. المهم درت مع الواجب
وقالت لي بلي هي غير فاعله خير وكدير الخير في بحالي انا. ديك الساعه نيش مدات لي السوارج ودخلنا شفنا الدار اللي كانت كبيره دال بصح. من مورا رجعنا للطوموبيل وحطاتني في الدرب باش نجمع حوايجي ونمشي نعيش فيها. فاش طلعت البيش ما درش والو من كثره الصدمه، بقيت غير مقابل المدينه كامله كنشوف فيها ومازال ما متيق. بلي وقف عليا جني وقال لي غنولي صاحبك. حق تفكرش، كان قال لي نسمي شي سميه الا كان عقلي ينفعني. سمية الحبيب كتعجبني. هادي مده فاش كان عندي امل في الحياه، كنت كنقول الا تزوج شي مرة وولدت ليا شي ولد زوين غنسميه الحبيب. ودابا فاش هادشي موقعش وتلاقيت بالجني جا الوقت باش نسمي هاد السميه. دازو سوايع وانا باقي غير مقابل المدينه وكنفكر. شويه مشيت كنجمع في الحوايج وحيت الحوايج كانوا كشار تليش معاهم وبقيت مخشي وسطهم حتى طاح الظلام. غير شفت الظلام طاح خرجت برا البيت وبديت كنعيط. الحبيب الحبيب، خرج صاحبي خرج، خليني نقول لك غير شكرا، راه صدقات صاحبي دابا ولاش عندي دار. بقيت كنعيط ليه ولكن ما بانش. صافي رجعت للبيت وبديت كنجمع في الحوايج حتى يبان على خاطرو. وفعلا داز غير شي ساعه هكاك سمعتو كيضحك. في الاول تخلعت حيت مازال ما ولفش. سولتو وقلت لي علاش كضحك. قال لي شوف انت اللي مسميني الحبيب، ما لقيتش حتى شي سميه اخرى من غير الحبيب. قلت لي الحبيب سميه واعره. قال لي امضرة عجباتك الدار؟ قلت لي عجبتني دال بصح لحد الساعه مازال ما متيق. قال لي مازال غادي تشيق فاش غتشوف داكشي الاخر اللي طلبتي جات لعندك. المهم فين هي الامانه اللي وصيتك عليها؟ غير سمعت بقيت ساكت وما عرفتش ما نقول حيت اخر حاجه كان خاصني ننسى هي هادي. ولكن انا نسيتها وما جبتش ليك داكشي اللي طلبتي مني. فاش شافني هو بقيت ساكت قال لي نسيتيها ياك؟ كنت عارفك غتنسى حيت غير شفتي الدار والاخرى قالت لك جمع الحوايج. نسيتيني ونسيتي كلشي واخا انا اللي عاطيك الدار. غير هو ماشي مشكل، هاد المره ما وقع والو، ولكن غدا نبغيك تقضي الغرض. قلت لي قبل ما تمشي قول لي غير كيفاش غندير لهادشي. انا مازال ما عارف والو وما فاهمش، ما عرفتش كيفاش غنجيب لك هاد القربان، واش نشدو بزز منه ولا شنو. قال لي لا ما يحتاجش، سير بعدا لداك السطل اللي عندك في البيت حلو وشوف شنو وصل منه. قلت لي واش هاد البيت ديالي؟ قال لي راه بيتك. جمعت النوضه وبديت كنقلب حتى بان ليا. مشيت ليه وغير حليتو بانت لي واحد الميكا صغيره، هي ماشي ميكا، مصنوعه من التوب، كتبان كلها مزوقه وفيها شي زواق من الذهب. هزيتو ومشيت وقفت فين كنت بارك. سمعتو دواء قال لي هادي جبد منا شويه والوحاله القربان اللي بغيتي. ديك الساعه غيمشي معاك بخاطرو وغيتبع الاوامر ديالك كامله. بقيت ساكت ويقول لي مالك؟ قلت لي بغيت نعرف غير واش هادشي حقيقي زعما واش بصح. قال لي والدار اللي جات لعندك تيقشيها؟ قلت لي صافي فهمت، غير انا فيا شويه الهضره داكشي علاش. المهم انا غدا في الصباح غنتحول من هنا. قلتها لك غير زعما باش ما تجيش وما تلقى حتى واحد. سمعتو كيضحك وانا نتفكر باللي هو من الجن وعارفني فين غنمشي وكيفاش حتى كنفكر. حشمت من راسي وانا نبقى ساكت وغير ساليت الحوايج في الجميع. تكيت في السداري باش الناس، ولكن واحد شويه ما حسيتش براسي حتى بديت داوي. الحبيب واش متاكد اختاريتيني انا بوحدي حيت غير انا طاغيه؟ اختاريتك حيت انت بوحدك اللي تسهل، واحد بحالك ما غاديش يخاف وفي نفس الوقت قلبه بيض عكس داكشي اللي كيبان للناس. قلت لي ولكن انت عطيتيني كلشي، القباحه والزعامه ما بقى لي حتى دور، غير ديك الميكا اللي فيها دوك الطلاسيم ولا ما عرفت السحر راه كافيه. قال لي عندك الحق، ولكن واش عرفتي شنو كان غيطرا كون ما رجعتيش قلبتي عليا المره الثانيه في البرميل؟ قلت لي لا، شنو كان غيطرا بعدا؟ قال لي كنت غنمشي نقلب على شي واحد اخر من غيرك انت. الخواف فاش كطرى لي شي حاجه المره الاولى، المره الثانيه كاع ما كيمشي غامر حيت هو اصلا خواف، ولكن انت واخا هكاك واخا خفتي وتخلعتي رجعتي تقلب عليا وهادشي انا اللي بغيت. دابا ناس غدا شابعك جماره. قلت لي واخا تهلا في راسك. صافي نعست وواقيلا اول مره نعس فرحان حيت شي واحد مدحني وقالها فيا زوين واخا هاد الواحد من الجن.
الصباح غير فقت هزيت السيكان والباليزاج هبطتهم للجحش. كاع الدرب فاش شافني كنهبط حوايجي ما فهموا والو. اول واحد غيجي لعندي هو رضا، حط يدو على كشفي وقال لي الصاد تا فين غادي، واش غتعفق شي وبغيتي تخرج من الدرب ولا شنو؟ ياك ما بغيش حرق قول لي انا راه خوك. قلت لي والو، غير خوك عفا عليه الله وغيمشي من هاد الدرب ديال الويل. قال لي ويلي فرحت ليك اصاحبي، ولكن فين غتمشي وانت ما عندك والو؟ قلت لي سهل الله في واحد البريطمه، مرحبا بك الا بغيتي تجي لعندي شي نهار. مديت لي واحد الورقه كيعطيوها للناس اللي بغات تشري دار، بقى كيقرا فيها وفاش شاف 200 متر في الدار ضحك وقال لي هادي بريطمه، هادي راه ساحه يجريو فيها الخيل. قلت لي غير شويه وصافي راك عارف. بغيت نتحن عند السيكان نهزهم، شدني وقال لي المسخوط منين جاوك الفلوس، ياك ما دخلتي على شي حاجه كبيره وبلا خباري. قلت لي تلا صاحبي راه غير صداقه داروها فيا شي ناس، عرفوا نيتيهم وما عندي والو، عطاوني هاد الدار وزادوني خدمه باش نخدم فيها. قال لي خويا انت اللي صدقات ليك، قول لي فين هما هاد الناس باش يصدقوا علينا حتى حنا. قلت لي هاد اللعيبه كتوقع مره في العام، تسنى حتى العام الجاي وطلب زارك. قال لي زيد عنقني يا صاحبي راه غنتوحشك. عنقشو وفاش تلقش منه قرب لي لودني، دوى بشويه وقال لي ياك ما داك البلان. خرج في عيني وقلت لي اش من بلان؟ قال لي البلان ديال السطاح مالك نسيتي؟ ضحكت وقلت لي واش انت حمق؟ واش مازالك تشيق داك خونا؟ هذاك راه غير هرب ليه وما لقى ما يقول. كون كان تلاقى بشي جن ولا صاحبه واش مازال غتلقاه ساكن في السطاح؟ ها اللي قلنا هي انت تلاقي شي بيه. قلت لي لا صاحبي انا راه عطيتك غير المجال، اما انا راه داروا فيا غير الخير. بلاتي شفتك بحال كتحقق معايا، راه انا مازال هو انا مازال طاغيه. يلا جمع الضحك. قال لي راه غير ضحك معاك صاحبي وانت دغيا كتقلق. المهم انا فرحت ليك وحش الدرب غيكون فرحان. قلت لي الدرب فرحان حيت غنمشي، وهادشي نيت اللي كنت باغي انا من شحال، باغي غير ندرق وجهي من هاد الدرب ديال الويل. وصلت الهوندا اللي كنت داير معاها، طلعنا فيها السيكان وتوادعش مع رضا ومع شي دراري كنعرفهم. وصلنا للدار جديده، طلعت ليها السيكان وخلصت مول الهوندا وندخل. الدار كانت كلها واجده، غير الحوايج اللي حطيتهم في الماريه وصافي بركش كنشوف فيها ومازال منتشيق. واش انا دابا غنسكن هنا؟ ولكن باش غنصرف على راسي؟ درت يدي في الجيب لقيت 20 درهم اللي رد ليا مول الهوندا من الصرف. شويه وانا نتفكر الحبيب، ومورا تفكرش بلي خصني نجيب ليه قربان. ديك الساعه لبست عليه واحد اللبسه وما نسيتش دوك الطلاسيم اللي عطاني باش هكا بنادم يولي يشوفني غير انا. خرجت من الدار وبديت كندور في دوك الدروبه وكنكشاشف. الدنيا هنا زوينه وحتى ناس زوينين ومربين، ماشي بحال داك الدرب اللي عندنا كتبغي تكون معاهم زوين ولكن هما ما كيخليوكش. واحد شويه غتبان لي واحد البنت في التقاده ديالي، غير هي طويل عليه بنت العبد، بان لي فيها البلان تميش قاصده، ولكن غير وقفت عليها وشافتني غتخلع وغترجع باللور. ما عرفت شنو يتسحاب ليها باغي ندير، ولكن غالبا وجهي هو اللي دار هادشي حيت كاع ما معاوني. قلت لها اختي كاع ما تخافي بغيت غير نسولك. رجعت باللور وقالت لي سول انا كنسمع. جبت انا ديك الميكاب الريط، خشيت يدي وسطها وحسيت بحال قص التراب ولا شي حاجه بحال هكا. من مورا جمعت شويه في صباعي بجوج وجبت يدي. سولتني شنو داكشي؟ قلت لها والو، غير انا كنبيع الريحه وبغيتك تشمي واش زوينه ولا خايبه. عطيني غير الراي ديالك وغنمشي. فالسمعه شاكا ارتاحت شويه وتما جايه لعندي، غير قربت لي لحش على ديك الغبره على وجهها. بقات كتشوف فيا شحال وحتى بغات تقول شي حاجه، بدات كتعطس بحال ضاربه البرد. فاش حبسات شافت فيا وفرمشت عين السيده تقلبات 360 درجه. بدات كتسول فيا واش فيتها ليا شفتك في شي بلاصه. بدات كدوي عادي وكتدخل معايا في الهضره وكتناقش معايا. شويه قالت لي انا عرض عليك القهوه. صافي مشيت معاها حيت هادشي اللي بغيت انا من الاول. جالسين في القهوه كندويو والسيده كنحس بها مرفوعه، كنقول لها زيدي هنايا، كتسمع مني وكتجي لدرجه ولات غاده على كلامي واي حاجه قلتها كتسمع وكدير بها. صافي فاش دوزنا وقت في القهوه خرجنا على برا، هي تقول لي فين غنمشيو. قلت لها في الصراحه انا ساكن راسي، الا بغيتي يلا. فرحات وقالت لي نمشيو علاش لا. تمينا غاديين في الطريق
حتى لواحد شويه غتشد ليا في يدي وغتبدا كضحك. انا عرفت بلي الدريه كدير هادشي وماشي الخطره، مرفوعه ما عرفاش راسها اش كدير. غير وصلنا قدام الدار حليت الباب وقلت لها تفضلي. بقات كتشوف الدار تقول لي دارك زوينه وانت زوين، حشومه تكون راسك. انا بقيت غير كنشوف فيها وكنقول مع راسي واش هادشي اللي غندير مزيان ولا لا. الحبيب غادي ياخذها كضحيه وعلم الله اش غيوقع عليه من بعد. ولكن دابا فاش وصلنا لهنايا ودخلناش معايا للدار فراه ما بقى عندي ما ندير. صافي بركنا كندويو وانا كنتسنى غير في الحبيب يحضر باش يديها ولا يشوف اش غيدير معاها. اما انا فراه ما بقيتش قادر نزيد نمثل، بالاخص الدريه كشبان نيه وبنت دارهم وماشي ديال هادشي. وحنا كندويو وهي ماشي على الطبيعه ديالها، غنبدا نسمع في الحبيب كيدوي. غير هو ما كيدويش معايا انا، كان كيدوي معاها هي. اللي جاني غريب وما كيدخلش العقل، هو كان كيدوي معاها هي وكانت كتسمع ومن الفوق بحال كتشوفو قدامها. بقيت غير كنشوف فيها كيفاش مصدومه ومخلوعه، ولا ما كذبتش فرا بحال رجعت لطبيعتها وتحطات قدام الامر الواقع. بقى كيقول لها شي كلام اللي انا ما فهمتوش كاع وما بغاش يتفسر ليا. ما كتعرفوا كلام عادي ولا شي طلاسيم ماشي تليه. حتى لواحد اللحظه البنت غتنوض عادي، غتسلم عليه وغتخرج من الباب ديال الدار. هبطاش من الدروج وانا نمشي كنجري للشرم كنطلع عليها. بقيت كنشوف فيها غدا عادي بحال اي واحد غادي في الزنقه كيتمشى. وصافي فاش غبرات ودارش مع واحد الدوره سديت الشرجم وبديت كنعيط ليه حتى جاوبني. اول حاجه سولتو عليها هي كيفاش هادشي، واش البنت رجعت لطبيعتها ولا شنو. قال لي ولكن هي دابا ولات الاضحيه ديالي وغيجي النهار اللي غادي نضحي عليها. قلت لي هاد النهار امتى؟ قال لي شكون عرف. المهم دابا ولات ديالي وغتبقى تشوفني ديما وغنبقى ديما ساكن في الجسم ديالها. قلت لي بلاتي واش هادشي كيتسمى دابا ساكنه؟ قال لي ولكن مزيان ملي سولت هاد الاسئله دابا باش من بعد ما تبقاش تسول فيا كل مره. وحيد دابا جبتي لي قارين الاول، عندك اختيار تختار اللي بغيتي. الدار حضرتها ليك، شوف شي حاجه اخرى. قلت لي فكرت فيها قبل. قال لي شنو هي؟ طوموبيل. انا بغيت طوموبيل وبغيت شي خدمه ناضيه اللي غتخليني مندمج في المجتمع وعندي قيمه كبيره. قال لي ولكن هادو جوج طلبات ماشي طلب واحد. ولكن سيدي انت عزيز عليا وصاحبي من الفوق ما نرداش في وجهك. قلت لي واش بصح انا صاحبك؟ قال لي شنو فيها؟ الصراحه ما عرفتش، غير هو عمري كنت متوقع شي نهار يكون عندي جني صاحبي. هادشي راه ما كيدخلش العقل. قال لي غير دخلو بزاز حيت من هنا لقدام حياتك غتبدل وغيخصك تقبل هادشي. عندك الحق، خاصني نتيق هادشي، بالاخص دابا فاش ولاش عندي دار بحال هادي عمري حلمت بها. المهم انا كنتسنى الخدمه وشي طوموبيل ناضيه. جي فينك اصاحبي مشيتي ولا شنو؟ حتى انت دغيا كتمشي، بقى معنا غير شويه راه ما كنتسخاش بيك. المهم انا عارفك كتسمعني، بغيت نقول لك غير ما تنساش علاش وصيتك. مشيت البيت لاول مره غنعس فيه، لقيت فيه واحد الناموسيه ناضيه وغير نعس فوق منها، حسيت براسي ناعس فوق من الريش. جا الغد لي وعند بالي الدار ما فيها ما يتقال وغادي يخصوني فلوس باش نتقدى. كنت عوال بديك 20 درهم اللي بقاش عندي في الجيب ناخذ بها شي حاجه بين ما لقى لي الحبيب الخدمه. ولكن فاش مشيت للثلاجه وكنت باغي غير نشوفها كيف دايره لقيتها عامره كامله وباغا تفرقع. يلا كنت باغي نتصدم ونقول اش هادشي، تفكرت بلي انا صاحب الحبيب. صافي فطرت في الساليج، قال لي واحد الراس خرج. بقيت كندور من القنت للقنت وكنكتشف البلاصه اللي ساكن فيها كيف دايره. حتى لواحد شويه غندوز من قدام واحد المشروع ديال البني. بقيت كنشوف في البانو وكنقرا داكشي اللي مكتوب. معلم، هادو راه الفيلاج وكل فيلا ساويه 500 حتى 800 مليون. ولكن دابا كاين الحبيب ما نخافش، شي نهار انا نجي نشري شي وحده. يلا بغيت نتحرك نمشي في حالي، وقف علي واحد خاينه. بقيت كنطلع وكنهبط فيه حيت اللبس ديالو جاني ماشي ديال البني والتماره. خونا في الله كان ضارب واحد الكومبلي وكشبان فيه بحال شي مدير ولا شي لعبه بحال هكا. قلت لي نعم. قال لي واش انت هو امير؟ شكون هاد امير؟ واش كنعرفو؟ قال لي لا، واش انت هو امير؟ حيت دايرين معاك نتلاقاو هنايا.
على حساب الخدمه اللي دفعتي ليها. عافاك تسناني هنايا نعيط غير على مدام ونجي لعندك. خلاني ما فاهم والو ومشى كيجري لواحد الطوموبيل حتى دخل فيها وبان لي بحال كيدوي مع شي وحده. في هاد الوقت انا تفكرت الطلب اللي طلبت الحبيب وبين هادشي جاي منه، وانا كنفكر بانوا لي جايين بجوج، خونا اللي ضارب كومبلي ومع واحد المرا كشبانيه مولد شي. وصلوا لعندي هي شمد لي يديها وقالت لي مدام امال. مديت لها شاني يدي وقلت لها امير. قالت لي امير كيف ما كتشوف هذا هو المشروع ديالنا واختاريتك انت بالضبط باش تكلف ليا بكل شيء وتكون انت هو المسؤول على البروجي من الاول حتى الاخر. قلت لها واش انا؟ قالت لي انت كاين شي مشكل؟ لا غير كنسول وصافي. صافي ماشي مشكل. بقات كتشوف فيا شحال حتى لواحد شويه غتقول لي اجي معايا للطوموبيل باش تسني على الوراق. طلعنا للطوموبيل جبدت لي شي وراق بقيت غير كنقرا فيهم، ولكن في الاخر ما فهمت والو وسنيش فيهم. من مورا مدات لي شي وحدين اخرين قلت لي هادو الا بغيتي تقدر تقراهم. خديتهم يقول لي تقدر تمشي دابا، غدا في الصباح نتلاقاو هنايا باش نعطيك الدواسه اللي غادي تخدم عليهم. غير قلت لها شكرا خرجت من الطوموبيل غادي في الطريق وكنقول للحبيب اش هادشي دخلتيني فيه، اش من دواسه واش من مشروع، واش انا ديال هادشي؟ راه انا حياتي كامله قاري فيها عام واحد، اش وصلني لشي مشاريع؟ مشيت للدار وعاد تفكرت بلي الحبيب غادي خصو شي قارين حيت هادشي علاش شافقنا. هزيت معايا دوك الطلاسيم وخرجت كندور شاني بحال شيبيل. واحد شويه عيش بالدوران جلست في واحد القهوه وكنشوف دوك الوراق اللي لحد الساعه ما فاهم فيهم والو. وفي نفس الوقت مره كنهز عيني لعند واحد الراجل كنلقاه كيشوف فيا، بلي عيق بزاف وكتر من القياس. شفت فيه قلت لي العميم كاين شي مشكل؟ نظم الكرسي فين كان بارك وجا الواحد حدايا شاف في الوراق اللي هاز في يدي ويسولني واش انا مهندس. جاوبتو باه وقلت لي علاش. قال لي ما كرهتكش تخدم معايا، انا عندي شركه كبيره وكنقلب على مهندس وانت باينه فيك من وجهك معقول وولد الناس كيخدم من نيجو. قلت لي ولكن انا راني خدام في شركه وخدام معاهم بروجيات كثار ما نقدرش. بقى كيشوف فيا شحال حتى قال لي على هذا الحساب نمشي نشوف شي واحد اخر. يلا بغى يمشي تفكرش بلي انا خرجت على ود نجيب الحبيب شي واحد ودابا هذا غيضيع من يدي. حبس وانا نقول لي ولكن كاين واحد الحل. غير سمع رجع برك وسولني شنو هو. جبت دوك الطلاسيم حطيتهم قدامه وخشيت يديه الزيت شويه مع لحشهم عليه وعطاو المفعول ديالهم. الراجل ولا كيطلب فيا وكيوريني البروجيات اللي ديجا خدم وكيطلب فيا باش نخدم معاه. فسال الطلب ديالو وانا كنت عارفو ماشي لخاطرو. قلت لي واش عندك البيرو ديالك نمشيو ليه وندوي على هادشي مزيان؟ قال لي عندي يلا نمشيو. وقفت خلصت السرباي وتميش غادي مع الطوموبيل. طلعنا في الطوموبيل والطريق كامله هو كيعاود ليا على الخدمه ديالو شنو كيدير وكيشكر فيا انا بواحد الطريقه بحال اعتقدت لي حياته ملموش. فاش وصلنا البيرو عنده في الشركه كانت ساده وما فيها حتى حد. حشم العساس ديالها فاش شافنا تصدم وبدا كيسول فيه وكيقول لي المدير شنو كدير هنايا؟ ما داهش فيه وقال لي انا زيد ندخلو. صافي دخلنا البيرو بدا كيوري فيا البروجيات وانا كنتسنى في الحبيب يحضر باش يقضي الغرض ديالو. حتى لواحد شويه تزير الدار بصح حيت كنت شربت بزاف د الماء. سولتو على الطواليت نعاتها ليا خليتو بارك هو تما كيتسنى فيا. اما انا مشيت للطواليت قضيت الغرض وتميت راجع. فاش رجعت غير حليت الباب ديال البيرو وبغيت ندخل. الراجل ما غيبانش ليا. بديت كنقلب في البيرو حتى غيبان لي مجبد في الارض سخفان. بديت كنفيق فيه حتى غنسمع الحبيب دوا. قال لي غير خليه دابا يفيق وغيرجع لطبيعته. قلت لي واش ما درتي لي والو بعدا؟ قال لي ما درت لي والو غير انت سير للدار. امضرا عجباتك الخدمه؟ قلت لي عجباتني ولكن داك الشيء انا عمري قريتو ولا سمعت به. قال لي انت ما تخافش انا معك. المهم غدا عندك تنسى ما تمشيش عند مدام امال. بدا كيضحك ويمشي. مورا خرجت انا من البيرو والعساس اللي كنت خايف منه يحبسني ولا شي حاجه ما كانش. فاش خرج رجعت للدار وبقيت بارك حتى نط النعاس حيت غدا غادي خصني نفيق بكري. واخا عجبني نخدم ونوليت انا بفلوسي وكذا ولكن في نفس الوقت ما فيه لي فيق الصباح بكري. المهم ما علينا
هادشي نيت اللي وقع. الصباح فقت بكري، غير حيت درت الساعه، اما انا كنفيق حتى لوحدها جوج. غير فقت دغيا لبست عليا وخرجت زربان، شديت الطاكسي من قدام الدار، حطني قدام المشروع. غير وقفت وبديت كندور في راسي، وقفاش عليا مدام امل. طلعت مع الطوموبيل كيف العاده، وشي ساعه وهي كتشرح ليا وكدوي على شي وراق. انا غير كنشوف وبارك عليها فهمتك. فالسالينه مدت لي واحد الدوسي، هي تقول لي بغيتو السيمانه الجايه يكون واجد. ابتسمت لها وقلت لها واخا، ويلا بغيت ننزل. حبساتني وقالت لي واش دزتي للشركه، خديتي داكشي ديالك؟ قلت لها لا كاع ما دز. قالت لي ايوا سير اليوم حيت كيسولوا عليك. قلت لها واخا غنمشي دابا نيش. بقيت مبتسم ليها حشبشاش وانا نجبد الدوسي اللي عطاتني. دغيا خديت منه العنوان ديال الشركه ومشيت شديت الطاكسي حطني قدامها. فاش شفتها ودورت راسي في الجناب ديالها وشفتها مزيان، عرفت بلي احسن حاجه وقعت لي في حياتي هي تلاقيش مع الحبيب. صافي دخلت مع الباب وكان كلشي كيشوف فيا، ما عرفتش علاش. وانا غادي غيوقف علي واحد خونا كشبان فيه من داك النوع المحساد واللي كيبين لك وجع، ولكن هو عنده شي 3 ولا 4. بقى كيسول فيا واش انا هو امير، واش انا هو اللي وليت مسؤول على البروجي كامل. وفسالت السؤال ديالو قال لي اجي واش ما عندك ما دير بالطوموبيل حيت شفتك كاع ما مسوق ليها. قلت لي طوموبيل؟ اش من طوموبيل كدوي عليها؟ قال لي واش ما فخباركش الشركه ديالنا فاش كيخدم فيها شي مهندس وكيتختار يكون مسؤول على البروجيات كاملين. الشركه كتعطي طوموبيل كادو باش يبقى يتنقل من البروجي لبروجي. بقيت كنشوف فيه، هو يسولني واش متفاجأتش. قلت لي لا بالعكس انا تفاجأت، ولكن كانت في خباري غير مشات هي من بالي. بدا كيضحك ويقول لي هكاك. المهم الا بغيتي طلع عند الكونطابل راه كاين الفوق. حيدت من حدا وطلعت الفوق، سولت عليه، هي تدينا عنده واحد خيتي البيرو. غير شافني بدا كيسلم عليا واللي حسيت بيه، هو كلشي كيعاملني مزيان وما كتسمع غير سيدي سيدي. صافي غير مد لي الساروش ديال الطوموبيل والوراق، خرجت من عنده وخرجت من الشركه كامله. غير دورت وجهي بانت لي الحديده ديالي واقفه وكتشعل ضل بصح، وهي نيت اللي كنت كنحلم من شحال هادي. كانوا عندي واحد النظر كحلين، كنت كنحشم نلبس من قدام بنادم، ولكن دابا ما عرفت شنو وقع. حتى درتهم بكل ثقه وتميش غادي قاص الطوموبيل. حليتها وطلعت، بقيت كنشوف فيها والشريط ديال حياتي دايز من قدامي. كاع دوك المعاناه اللي دوزتهم شفتهم قدامي دايزين، بحال هادشي اللي كيوقع ليا دابا غير خلاص لداكشي اللي داز عليا. ولكن الحقيقه غتكون مره، حيت انا ما كنتش عارف شنو غادي يوقع من مورا هادشي. داز شويه الوقت، تحركت بالطوموبيل مشيت بها للدار. داك النهار ما درش والو حتى من القربان ما جبتوش، حيت اصلا ماشي كل نهار خاصني نجيب ليه شي حاجه. بقيت غير متشكي في الدار كنفكر في هادشي، حتى ضربت لي الطن في راسي. تفكرت الدوسي اللي خصني نخدم عليه، بقيت كنشوف فيه داك الوقت كامل حتى ظلمات الدنيا. بديت كنعيط للحبيب هو يجاوبني، بديت كنشكي عليه وكنقول ليه هادشي ما فهمتش فيه والو، وغيخصني نديها لها في اقرب وقت ولا غادي تجري عليا وغنزيد نتشوه من الفوق. قال لي ما تخافش هادشي عمره ما غادي يطرا، انا غادي نعاونك، وغدا فاش غتفيق في الصباح غتلقى الدوسي واجد ومحطوط فوق من راسك. قلت لي زعما؟ قال لي انت دابا ارتاح مع راسك ولا سير خرج دور شويه بالطوموبيل الجديده. قلت لي عندك الحق، انا عاد خديجه ومازال ما درش بها والو. ضحك وقال لي على شنو باغي دير بها. قلت لي ما عرفتش، المهم راك فاهم. ديك الساعه مشيت للبيت، حليت الماريو وجبت شي حوايج لبستهم عليا، موراها هزيت السوارج وخرجت من الدار. طلعت للطوموبيل، عفت عفطه وحده وصلت لاكود، حال الشرجم ديال الطوموبيل ومجهد الموسيقى على الجاد. اي واحد كيسمع الصوت كيدور يشوف. واحد شويه بلاصيجه ومشيت ريحت في واحد القهوه. خديت قهوه كحله وبقيت كنشرب فيها ومقابل مع البحر كنشوف فيه. حتى لواحد اللحظه غنوض وغنتم غادي في لاكود على رجلي كندور، وانا كندور بانت لي واحد البنت غادا قدامي. بغيت نفوتها حيت احد حاجه عندي هي نكون من مورا شي بنت هكا غادي تسحاب ليها غير شابعه، ولكن ما بغيت نفوتها ونكمل طريقي. غتبان لي بحال جايه الارض باغا طيح. بديك ردة الفعل اللي عندي مديت لها يدي هي طيح فوق منها. شديتها وبديت كنسول فيها اختي مالك، وهنا غير غنشوف وجهها وغنشوف الملامح ديالها، غنعرفها شكون وغنتفكر داكشي اللي درت ليها.
حيدتها من الطريق ومشيت جلستها في واحد القنت. جبت لها الماء من واحد الحانوت، عطيتها تشرب وبقيت معاها حتى فاقش وعات براسها. فاش شافتني تخلعات وبدات كتسول فيه شكون انت. قلت لها انا غير هزيتك من الارض حيت كنتي سخافتي وكنتي غادي طيحي على راسك. قالت لي شكرا اخويا تقدر تمشي. صافي انا طلقش منها وتميش غادي، ومره كندور نشوف فيها شنو كدير، ولكن ميمكنش شحال الدنيا صغيره وشحال الدنيا قادره تلاقيك بالناس تلاقي شي بهم مده هادي. بقيت غادي في ديك الطريق وبالي كاع ما هاني، كنحس براسي كاع ما مزيان وكنحس براسي درت ذنب كبير اللي هو ديت هاد البنت عند الحبيب. هادي نيتي هي البنت الاولى اللي كنت ديتها عند الحبيب واللي ولات دابا الاضحيه ديالو. غالبا هاد السخفه اللي سخفات دابا جاي منه غير هو. هي ما عرفاش شنو غدير وانا درت اللي خصو يدار وما بقى عندي حتى دخل، ولكن الهضره غتكون مع الحبيب. قلبت الدور باش نمشي للطوموبيل، وفاش دزت على البلاصه فين خليتها باركه لقيتها مازال باركه. ما بغيتش نمشي لعندها، ولكن هي فاش شافتني جات كتجري لعندي. انا هنا تسمرت حيت قلت صافي هي عرفتني شنو درت ليها، ولكن غير وصلت لعندي بدات كتشكر فيا وكتقول لي ما عرفتش فين شفتك. عطاتني النمره ديالها وفاش سولت علاش قالت لي والو، غير بغيت نرد لك الجميل اللي درتي معايا. من مورا غتي الساكا وغتم غادا. صافي مشيت انا للطوموبيل، هزيتها ومشيت للدار. ما دخلتش مع الباب مع غيدوي معايا الحبيب وغيسولني كيف دازت الخرجه. حيت صباطي وحطيت السوارج وانا نقول لي انت عارف كيف دازت، ولكن قول لي واش تقدر تخرج من البنت اللي جبت ليك؟ قال لي اش من بنت؟ قلت لي راني جبت ليك بنت وحده بغيتك تخرج منها وتخليها تعيش مرتاحه. قال لي وانت شنو دخلك في هادشي؟ قلت لي انا غير بقات فيا وفاش شفتها في ديك الحاله ما عجبنيش الحال. طاغيه اخر مره دوي معايا في شي موضوع كيما هكا وغدا بغيتك تجيب لي القربان. بديت كنعيط ليه باش نكمل مع الهضره، ولكن هو مشى وكاع ما بغى يجاوب. صافي شديت بلاصتي وحتى بغيت الناس، هزيت التليفون وصونيش في النمره. جاوبات وقالت لي واش انت هو الدري اللي تلاقيش بيه اليوم عند لاكوط؟ جاوبت وقلت لها هو هذا، وصونيت ليك غير باش نطمن عليك واش وصلتي لداركم ولا لا. قالت لي وصلت مزيان وهادشي بالفضل ديالك. ما عرفت شنو كان غيطرى ليا، كون طحت على وجهي ديريكت للارض. قلت لها عادي ما درش والو، واصلا اي واحد كون شافك في ديك الحاله كان غادي يعاونك. المهم مزيان ملي وصلتي بخير، انا غادي نقطع، يلا نخليك على راسك. يلا بغيت نقطع حبساتني وقالت لي صبر بغيت نقول لك شي حاجه. واخا قولي هاني كنسمعك. بغيت غير نقول لك واش نقدروا نتلاقاو، حيت الا عقلتي كنت قلت لك خصني نرد لك هاد التعامل الزوين اللي درتي معايا. داكشي علاش فكرت مزيان ولقيت عراضه هي احسن حاجه نقدر نقول بها شكرا. قلت لها انا ما عنديش مشكل، ولكن ما كاينلاش من شي عراضه، شكرا كافيه. قالت لي ضروري. ها انت الا كنتي كتعرف داك الريستو اللي كان في لاكوط نيش راه سميتو فيريرو؟ قلت لها عرفتو، واش بغيتي نتلاقاو تما؟ قالت لي غدا نتغداو فيه اش بان ليك؟ صافي غدا غتلقايني تما. يلا بونوي تهلاي في راسك. قطعت على التليفون وحطيتو وانا نبدا كنضحك غير راسي. الصباح غير فاقش كيف ما قال لي الحبيب غتلقى الدوسي واجد عند راسك، وفعلا لقيت الدوسي واجد ومخدوم كامل. وبين فاش غتشوفوا ديك المديره غتحماق عليه، وحيت كنت فاقش بكري قبل من الوقت وجدت ليا فطوري وفطرت على خاطري. عاد خرجت من الدار وصلت لشركه خد البيرو اللي عطاوني. بقيت بارك غير كنلعب في التليفون حيت دخلت عندي وحده قالت لي تكلم المدام. هزيت الدوسي وتميت غادي لعندها. وصلت البيرو دقيت هو الاول، عاد دخلت لعندها سلمت عليها. هي تسولني فين وصلتي في الدوسي. الصراحه انا عطيك وقت قصير، ولكن الكفاءات اللي عندك تقدر تقادو في داك الوقت. قلت لها نسولك شحال عطيتيني دا الوقت؟ قالت لي سيمانه هكاك. درت واحد الابتسامه وانا نحط لها الدوسي قدامها، بقات كتشوف فيه. مورا غتشوف فيا وغتسولني شنو هذا الدوسي اللي عطيتيني راه واجد كامل، تقدري تقراي على خاطرك. نطت من الكرسي وبغيت نخرج ونخليها تقرا على خاطرها. حبساتني وقالت لي فين غادي؟ قلت لها غنمشي البيرو بين ما قريتي، فاش تسالي عيطي ليا نجي لعندك. خليتها مصدومه وخرجت من البيرو. بقيت بارك شحال حتى لواحد شويه غنسمع الدقان في الباب. كان عند بالي غتكون غير السكرتيره، ولكن فاش قلت لها دخلت هي.
جات بركات قدامي المديره، هي تقول لي في خبارك صدمتيني. عمري عطيت لشي واحد دوسي قد هكا وفيه الخدمه كشيره كيما هذا، ووجدو في هذا الوقت كيما درتي نتايا. ومن الفوق احسن دوسي غنقرا في حياتي هو هذا، ما فيه لا اغلاط لا والو. بغيت غير نعرف كيفاش درتي لهادشي وكيفاش عملتي مع الوقت. قلت لها مدام، فاش كدير شي حاجه من نيتك وانت باغي توصل فيها النتيجه كتكون هي هادي. انا هادشي اللي كندير فيه كنديرو عن حب، فعلا صارت عليه وتعذبت بزاف، ولكن راهي يستاهل. بقات كتشوف فيا شي 30 ثانيه حتى قالت لي برافو عليك، وعلى هادشي اللي درتي انا عارض عليك الغدا باش نتغداو بجوج. بقيت ساكت شويه، هي تسولني واش كاين شي مشكل. قلت لها بصراحه انا معروض في بلاصه اخرى نقدروا نخليوها غدا. ضحكات وقالت لي واخا سيدي ماشي مشكل، نخليوها غدا ولا حتى تكون مسالي. صافي هزت الطوسيه التمغاده وكشبان طايره من الفرحه. وصل الوقت الغدا، خرجت من البيرو وهزيت الطوموبيل ديريكت الريستو اللي قالت لي نتلاقاو فيه. كان عند بالي بلي انا اللي معطل عليها، ولكن فاش دخلت ما لقيتهاش. بقيت شحال بارك حتى بنت لي دخلات مع الباب، شافتني تجي لعندي، سلمات عليا السلام عادي وبركاش قدامي. بقينا داوين وشي اسئله معروفه ديال فاش خدام وشنو كدير في حياتك وداكشي اللي كيجي من بعد. ولكن غير سالينا الغدا، خرجنا كنتمشاو شويه، وفي واحد اللحظه غتسولني واش فايت لينا تلاقينا. بقيت ساكت حيت قلت لها ما كنظنش فايت لينا تلاقينا. قلت لي في الصراحه ما عرفتش، حيت كتبان لي كاع مغرب وبحال داز بيناتنا شي حاجه. بديت كنضحك، قلت لها هذيك غير الدوخه اللي كنتي دايخه البارح. وقفاتي تقول لي شكرا حيت عاونتيني. وقفت انا قدامها، قلت لها راني قلت لك. حبساتني وحطات يدي على يدي وقالت لي لا ما عندك ما تقول، انت عاونتيني وداكشي اللي درتي معايا ماشي كلشي يقدر يديرو. بقيت كنشوف في يدها حطام على يدي، حتى لواحد اللحظه غتحيدهم وغتبدا كتدخل وتخرج في الهضره. من مورا بشويه تفارقنا وكل واحد مشى في حاله. انا رجعت البيرو بركش فيه حتى خرجت في حالي للدار. غير دخلت للدار بركت شويه، شدت التلفازه حتى غشبا لي الابيل ديالها. جاوبتها وما حسيتش براسي حتى لقيت راسي داوي مع سوايع. فاش قطعت انا وياها جا عندي الحبيب وبديت كنسمع فيه كيضحك. فسولتو مالك علاش كتضحك؟ قال لي والو، غير البنت اللي جبتيها ليا. دابا وليتي كدوي معاها لسوايع في التليفون ومن الفوق عرضات عليك الغدا. قلت لي مزيان ملي فهمتي، ودابا كنطلب فيك باش تبعد منا الا كنت انا صاحبك. قال لي صاحبي ولكن المره الثانيه غنقول لك ما تبقاش تجبد لي هذا الموضوع، وما تنساش بلي اليوم عاوتاني ما جبتي ليا والو. غوت وانا نقول لي ما بقيتش باغي مزيانه، من اليوم ما غادي نبقى نجيب ليك والو. كنت كنتسنى فيه يجاوبني ويقول شي حاجه، ولكن ما جاوبش وما قال والو. صافي كملت النهار عادي، والغد لي فاش كنت خدام في البيرو وبديت كنفهم شويه صونات لي مالك وبقينا داوين شحال. من الهضره ديالها عرفت ولات كتبغيني ولات كتشوفني غير انا. وفي الصراحه انا كنبادل نفس الشعور، حيت راه عمري وقع لي هكا. السنين اللي دوزتهم في الدرب كان كيلاقيني غير مع الاشباه ديالي. داكشي علاش عمر الفرصه جاتني باش نعيش هادشي اللي كنعيش فيه انا دابا. دازو يامات ولقاء مورا لقاء حتى ولينا كنفكروا في الزواج. علاش غنبقى بوحدي وانا ولا عندي كلشي؟ عندي الفلوس، عندي الدار والطوموبيل، ومن الفوق معايا الحبيب. وخا من داك النهار اللي قلت لي داكشي ما بقاش دو معايا في هذا الموضوع وما بقى قال لي والو. وحتى انا كيف قلت لي داك النهار فار ما بقيتش غنجيب لي والو. وفعلا هادشي اللي وقع دابا. خدام بخير، وملي كيكون عندي شي دوسي خاصني نخدمو كيوجدو ليه هو وكيعاونني فيه، لدرجه وليش معروف وسط الشركه وكلشي كيعيط ليه غير بسيدي. من مورا شهور وهي مات بزاف اتفقت انا ومالك باش نمشي نخطبها من دارهم. هي عاودت ليهم بلي انا يجيم وما عندي حتى حد، داكشي علاش غنمشي لراسي وغنمشي نتقدم لها بوحدي. صافي وجدت شنو غندي معايا ووجدت راسي. شديت كومبلي غالي غير باش نبان شخصيه وكذا. وفاش وصلنا للموعود مشيت قصيت باها داخل مع الدار وكنسمع الزغاريج وبنادم بزاف. انا بوحدي اللي داخل وبوحدي جاي باش نخطب مالك. الشي علاش الوالدين مهمين هنا فين كيبان الدور ديالهم، حيت كيغطيو عليك في بزاف ديال الحوايج. ماشي بحالي انا دابا داخل واحد راسي
بحال كندير في شي حوايج ماشي تاليه. المهم غلبت على الحشمه وحاولت ما نبينش. فاش بركت مع باها دوينا على كل شيء وعرفوا عليا والديها كل شيء. فاش وصل الوقت باش نطلب يديها دخلت عندنا مالك وبركاش حدانا. سولها باها واش موافقه، حركاش براسها وقالت لي موافقه. سلم علي وقال لي ولدي مبروك. سنينا على شي وراق، قرينا الفاتحه وخرجت من عندهم حتى نتلاقاو مره اخرى باش كندوي على العرس. وحيت كنت انا ومالك زربانين وباغيين في اقرب وقت نتزوجوا. من مورا سيمان على الخطبه وجدنا العرس. نهار العرس ديالي انا وياها داز كلشي هو هذاك حتى وصلنا العقد اللي غادي خصنا نسنيو فيه. شدني العدول وقال لي ولدي من الاحسن ديروا العقد في العرس. قلت لي علاش شنو السبب؟ قال لي ما كاين حتى سبب، غير الناس القدام كيقول لك مزيان يدار هكا. ضحك شو قلت لي ياك انت غتكون حاضر؟ قال لي ضروري. قلت لي ايوا صافي ماشي مشكل، في الليل جي القاعه فين غيكون العرس ونديروا العقد تما وقدام بنادم. صافي هادشي اللي وقع وجدنا كل شيء. ولكن المفاجاه اللي عجبتني هي فاش عيط الرضا وقلت لي راني غنتزوج. صدمني وقال لي انا دابا جاي لعندك، جاي لعند خويا نحضر معاه العرس. كان يتسحب لي غير داوي خاوي حيت هادشي اللي ولفش عليه. ولكن فجاه وشفتو قدامي واقف ولابس كومبلي. بديت كنضحك غير بوحدي. سولني وقال لي مالك كضحك؟ قلت لي واش كاين شي واحد كيلبس كومبلي فهاد اللون؟ قال لي مالوش فيه، واش عارف هاد اللون اش كيعني ولا لا؟ قلت لي واخا قول لي اش كيعني يا سيدي. انت اسمع، اللون الصفر كيعني الحب والطمأنينة. قلت لي لا انت ناضي ديال بصح، صدمتيني بهادشي ديالك. قال لي والمهم انا معاك ما عندك منش خاف، غيدوز كلشي بخير وغتزوج انت والمدام. قلت لي دابا عرفتي شنو غادي دير؟ غتهز الطوموبيل ديالي وغتمشي عند واحد المرا تجيبها ليا من الفيلا. قال لي ويلي شكون هادي؟ قلت لي المديره ديالي. قال لي مديره على قدها وما عندهاش طوموبيل؟ قلت لي لا الحمار هذا راه غير صواب وصافي، اما الطوموبيل اللي عندها تشري داك الدرب كامل. مديت لي ورقه فيها العنوان، قلت لي تحرك وعندك شو ما عندك تسوق بالجاد. بدا كيضحك ويقول لي ما تخافش. صافي خلي هو يمشي ومشيت انا كنقلب على البيش فين مدخلين مالك كيقادو فيها. بالي واحد الباب مكشوب عليه التجميل. بديت كندق فيه يتخرج عندي واحد النقافه عندها الطوله ديال هالاند. قالت لي مرحبا بالعريس ديالنا اش حاب الخاطر؟ قلت لها واحد المدام ديالي عندكم هنايا. قالت لي كاينه اش بغيتيها؟ قلت لها والو غير نوصيكم على حاجه وحده، خليوها لي كيما هي، ما بغيتهاش دير الماكياج بزاف. خنزرات فيه وقالت لي سير ولدي تبرك وخلينا نديرو خدمتنا. خرجت فيا عينيها بجوج وانا نقول لها واخا اللي بغيتي، كلامك هو الكبير. مشيت ريحت في واحد القنت وبقيت شاد الهضره مع عائلتها وكندوي معاهم. في الخلعه وواحد الرعده طالعه لي من التحت حتى الفوق كتضرب في السقف وكترجع لي ثاني. من مورا داز شويه الوقت العرس بدا وخرجوا العروسه وبنادم تا هو تجمع. ولكن اللي خلعني هو العدول مازال ما جا. صافي مشيت بركش حتى العروسه وسادني في بجوج يدين من الريحه ديال الحنه. حتى لواحد اللحظه غيبان لي رضا داخل والمسخوت شاد في يدي المديره ومدخلها القاعه. عجبني الحال وبديت كنضحك غير مع راسي وزدت ضحكت فاش شفت العدول داخل. ريحوا قدامنا، مديت لهم لاكارت انا ومالك وبدا كيسول فينا قدام بنادم. وهنا كل لقيت الارض مشقه كون دخلت وسطها. ندمت حيت وافقت فاش قال لي نخليو العقد حتى العرس. عرفتي فاش سولني واش موافق على الزواج بمالك، كاع اللي كانوا في القاعه بداو كيقولوا في بلاصتي بحال هما اللي غيتزوجوا ماشي انا. المهم فاش قلت انا سولها هي، بقات متردة شويه وانا عارف هذيك غير الخلعه وغير بغات تخرج ديك من فمها. غنسمع شي واحد غوش وقال لهم حبسوا هادشي. غندور حاقد كنشوف غيبان لي واحد راجل كبير قدام الباب. فاش حققت فيه وعرفت شكون هو وقفت تميت غادي لعندو حتى جيت قدامه. انت شنو كدير هنا وعلاش قلتي لينا حبسو؟ قال لي من مصلحتك كولدي انت ومالك. قلت لي بعد مني وخرج دابا من القاعه، انت غير حمق وهارب ليك الفريخ. جاري داك يجري وفاش شافو سولو شنو كدير هنايا. قلت لي رضا، قلت لي داك النهار دخلنا هارب ليه ودابا واش تاكدتي؟ بغا يشدو رضا ويخرجوا. قال لي طلق مني، انا جيت لهنايا باش نحبس هاد الزواج. مشى خدا الميكرو هو يقول لي واش عمركم شفتوا شي واحد
كيتزوج بخشو. الا كمل هاد الزواج فراه غيتزوج بخشو. امير، هادي هي سميتك الحقيقيه، ولا سنيتو على داك العقد فراه غتكون تزوجتي بختك اللي هي مالك اختك من دمك ولحمك، وانا هو باكم. ماماكم فاش خلاتكم ليا صغار ما عرفتش ما ندير، وما كانوا عندي لا فلوس لا دار. داكشي علاش قررت نديكم الخيريه. تما بقيتو مده بجوج، ولكن من مورا سنين غتجي واحد العائله وغتبنى مالك اللي هي هادي. اما انت ولدي امير، فاش مشيت بغيت ناخدك من عندهم قالوا لي غير وصلتي ل10 سنين هربتي ومشيتي تعيش لراسك، حتى سالاش بيك في داك البيش اللي كاين في السطاح. قلت لي انت علاش سكنتي في البيش في السطاح وفي نفس الدرب اللي كنت ساكن فيه؟ قال لي سكنت تما غير باش نبقى قريب منك، وعلاش لا شي نهار تشوف الجيشي وتعرفني انا وباك. ولكن ديما كنت مخلوع فاش غتسولني على اختك فين هي، وانا ما غادي نعرف باش نجاوبك. اليوم فاش عرفت عندك العرس غير من رضا كان ولا بد نجي نحضر ليه، ولكن فاش شفتك غتزوج بمالك اللي هي بنتي واللي في الاصل هي اختك انت، كان ولا بد خاصني نتدخل. من مورا هادشي اللي سمعت بركت الارض وكنشوف في مالك مصدومه بحالي، ولكن انا كنت كثر منها. ابارات الزواج وداكشي اللي وقع بيناتنا فرا انا لقيت بختي التهلوكه وعطيتها على شكل قربان لحبيب صاحبي. ما عرفش ما ندير، خرجت كنجري من القاعه للطوموبيل. رضا والسيد اللي قال لي انا باك تابعيني من اللور، ولكن غير طلعت كسيريش حتى وقفت قدام البحر. كنشوف في النجوم وكنشوف في حياتي. كان يتسحاب لي من بعد دوك المعاناه اللي دوز والعذاب اللي عاش. هذا هو الخلاص ديالي عليهم، ولكن كنت غلط. هادشي اللي وقع لي مؤخرا كان غير عذاب كشار. القدر لقاني بختي، ولكن خلاني نبغيها على اساس هي المراه اللي باغي نكمل معها حياتي. في الحقيقه الطاغيه ما تولدش وسط الدرب، وماشي تما كان خاص يتسمع لي الطاغيه. انا ملي كنت في الخيريه كنت طاغي على كل شيء، وتمانيش فين تكونت الشخصيه ديالي، شخصيتي اللي خلاتني نعيش بها وسط من الدرب. ولكن دابا ديك الشخصيه وداك القلب القاصح ما بقاش قاصح. فاش عرفت الحقيقه تصدمت بالواقع وما بقيش عارف ما ندير. شويه رجعت القاعه، لقيت العدو خرجوا في حالاتهم، وكاع اللي كان حاضر العرس وفرحان هزوا حوايجهم وخرجوا مع الباب. حشم من مالك تغوتش مع والديها اللي غير مربينا، حيت حياتها كامله وهي كيتسحاب ليها بلي هما والدها الحقيقيين. اما انا فرب بوحدي اللي بقيت في القاعه، كنشوف صحاب القاعه كيجمعوا في داكشي ديال العرس اللي باقي حتى ما بدا، وبقيت شحال وانا بارك وغير كنشوف حتى نط وانا نخرج. مع بغيت نزيد بالطوموبيل وقفني رضا قال لي تكلم المديره بغات تدوي معاك. يلا بغيت نقول لي فين هي، جات وقفات وسولتني واش نقدر ندوي معاك. قلت لها واخا، ويلا بغيت ننزل من الطوموبيل. قالت لي غير خليك. طلعت للطوموبيل قالت لي خلينا نمشيو من هنا. بقيت انا كنشوف فيها حتى مشيت مكسيري. وصلنا البحر، هي تقول لي عزيز عليك البحر وقيله. جاوبتها وقلت لها بزاف، انا فين كنرجع وكنخوي قلبي، ولكن انتي فاش بغيتي تهضري معايا. قالت لي في الصراحه في بزاف ديال الحوايج منهم هادشي اللي وقع هاد الليله. واخا كنسمع ليك. امير، في خبارك فاش وصلتني البريه ديال العرس ديالك ترفعت وما بقيتش عارفه ما ندير. درت شفت فيها وقلت لها علاش ياك لاباس. جاوبتني وقالت لي حيت عيني كانت فيك انت، وكنت ديما كنبغي نقولها ليك ولكن ما كنقدرش. شخصيتك وكيفاش امير داير كانت حابساني باش نخوي كاع داكشي اللي في قلبي. ما تحسبنيش باغي نتشفى فيك انت ومالك، ولكن اليوم فاش وقع هادشي واكتشفتي بلي اختك هي مالك، الداخل ديالي حسيت بشويه ديال الفرحه، حيت ملي سمعتك غادي تزوج كنت فقدت الامل اللي بقى ليا. واخا انا ديما كنت كنتبعك وكنشوفك بارك انت وياها. فاش قالت هادشي كامل بقيت مصدوم فيها، حيت قلت لها واش عارف راسك اش كتقولي ولا لا؟ كيبان لي غير تاثرتي بهادشي اللي وقع هاد الليله. قلت لي لا، هادشي هو اللي وقع وهادشي اللي كاين، انا ما خبيش عليك والو. ودابا ما بغيتش نزيد نسكوت كثر، وبغيت نصارحك بكل شيء. انت دابا ما غاديش تقدر تفكر وما غاديش تقدر تقرر،
داكشي علاش غنخلي لك الوقت. الشركه جي لها وقت ما بغيتي ماشي مشكل. وقفات بغات تمشي، قلت لها خليني نوصلك. قالت لي غير بقى، انا طلبت طاكسي تماش غدا هي. اما انا بقيت كنفكر في هادشي كامل واقع وانا ما فراسي والو. ولكن دابا هادشي خصني نخليه هو الاخر. حيت خشي في خطر. مشيت للدار بالخف، غير دخلت بديت كنعيط على الحبيب. فاش جاوبني قلت لي واش كنتي عارف بلي مالك يا اختي؟ قال لي كنت عارف، وكنت عارف شكون هو باك كان صاحبي قبل منك. قلت لي ملي عارف كل شيء بغيت نقول لك بعد منا. عطاه اتساع وفوت عليك. قال لي ماشي بهاد السهوله، انا فاش كندخل لشي واحد صعيب نخرج منه وصعيب نخلي لواحد اخر. الا نسيتي راه هادشي اللي فين انت دابا بسببي انا. قلت لي عارف وعمري غنكر هاد الخير، ولكن عافاك حس بيا حتى انا. راه هاديك اختي اللي كنت غنتزوج بها وانا مفراسي والو. دابا بغيتك غير تخرج منها وانا كنواعدك نجيب لك واحده احسن منها. اش بان ليك؟ قال لي لا، خرجت من فمك، ما بقيتيش تخدم معايا. ايوا صافي، من اليوم ما غاديش نبقى نجي لعندك ولا ندوي معاك، ولكن اختك غتبقى ديالي. مشى الحبيب وخلاني كنضرب في الحيط غير راسي حتى يدي تفركعات كامله. الصباح مشيت للشركه غير باش ما نبقاش في الدار ونبقى نفكر في هادشي. شافتني امال سولتني شنو كندير انا. يلا بغيت ندوي، شدات لي من يدي وسولتني مالك شنو وقع عليك. قلت لها والو، غير تعصبت وضربت يدي مع الحيط. بقات كتشوف تقول لي واش نخرجوا لشي كافي ندويو. قلت لها ما فياش، انا غنمشي دابا حيت عيان شويه. طلقت لها من يديها ومشيت للدار فين ساكنه مالك مع والديها اللي غير مربينا. غير وقفت وبغيت نخرج من الطوموبيل، غتبان لي مالك جرى باليزه ومن مورها با وما كيطلبوا فيها باش تبقى. مبقيتش كنشوف هاد الديكور حتى تفرقاش عليهم وتماش غدا راسها. تبعتها بالطوموبيل حتى وقفت عليها، غير شافني وقفاش وانا نخرج من الطوموبيل. بقات كتشوف فيا هي تعنقني وكتقول لي خويا اسمح لي. قلت لها هادشي ماشي ذنبك انتي، حنا بجوج بينا ضحايا، ولكن دابا خصني نصارحك بواحد الحاجه. طلعنا للطوموبيل وبلاصيت في واحد الدخله. هي تقول لي دوي شنو باغي تقول؟ طلعت النفس وهبطتها وبديت كنعاود لها من الاول حتى الاخر شنو وقع ليا ملي تلاقيش بالحبيب حتى لاخر حاجه. فساليش كلامي، داش واحد الضحكه في شكل. قالت لي دابا واش داكشي اللي كنشوف في الليل وداك العذاب كامل اللي كنعيش جاي غير منك انت وانت سبابو؟ قلت لها سمعيني، انا غادي نعاونك وراني لقيت واحد المرة تقدر تداويك. قالت لي طلق مني، ما بغيتش نشوفك مازال، كلكم بحال وتحد مغرب على الاخر. لا انت لبانا اللي خلانا في الخيريه بغات تخرج حبسها. قلت لها مالك، ما عندك فين تمشي؟ انا وانتي دابا واحد وغادي خصنا نلقاو الحل. انا مستعد نعطي الروح ديالي غير باش يخرج منك. خليتها كتبكي شحال وفسالات قالت لي واخا. دغيا ديماري الطوموبيل وشديت الطريق لعند المراه اللي غتخلصنا من هذا المشكل. الطريق كانت طويله حيت المراه جات في واحد البلاصه بعيده وكاع ما معروفه. فاش وصلنا مع الدخله اللي غندخلوا الغابه وقف علينا واحد العساس وسولنا فين غاديين. قلت لي هذه هي الطريق اللي كتدي عند المراه الكبيره. قال لي ولكن الليل عليكم وهاد الغابه ما نصحكمش تدوزوا منها في هاد الليل. قلت لي علاش شنو كاين؟ قال لي والو، غير داكشي اللي كتخرج من بنادم كيجي يسكن في الغابه. قلت لي صافي فهمتك، الا كان هكا غنباتو هنا في الطوموبيل حتى الصباح ونكملوا الطريق. ياك انت عساس هنا؟ قال لي غير حطوا الطوموبيل ما عندكم مناش تخافوا. صافي بلاصيشه في واحد القنت وبالي بنادم كثير ناعس في الطوموبيل وكيتسنى في الصباح يوصل باش يمشي لعندها. وهادشي نيت اللي وقع. واخا ديك الليله ما نعست حيت كانت عيني غير على مالك، غير هو واخا هكاك حسيت براسي رشاحيش. غير طلع الفجر والشمس طلعات، ديماري الطوموبيل ودخلت مع الغابه. غير قربنا نوصلوا مالك غتفيق وغتبدا تسول فيه فين حنا. قلت لها قربنا نوصلوا عند المراه ونيش غرفتنا الغابه لقينا دارها، حطينا الطوموبيل تما وكنا حنا اول وحدين يجيو لعندها. دخلنا مع الدار ومالك فاش شافت كدرة المجامر وكدرت بنادم كيطيح شدات فيا وبقات لاصقه فيا الطريق كامله. وصلنا لواحد البيت لقينا واحد راجل كبير واقف قدامه، غير شافني سولني عد من غادي.
قلت لي الكبيره كاينه. قال لي كاينه، ادخل عندها. خوالي الطريق وانا ندخل مع الباب وملاك مازال شاده فيا. بركنا قدامها، بدات كتسول فيه شنو عندها، ومالك غير ساكته كتقول لي فودني عاد كنقول لها المراه. فاش فهمات كلشي وعرفات شنو عندها وشنو درت انا، قالت لي خرج خليني معها. بغيت نوض شدات فيا مالك وقالت لي لا ما تخلينيش. مالك مش خافي ما والو، انا عند الباب واقف وما غاديش نتحرك من تما. عافاك صبري الا بغيتي تولي بخير. طلقت لها من يديها وانا نخرج مع الباب وبقيت واقف. داز شي 5 دقايق بديت كنسمع في الصوت ديال الحبيب كيدوي وكان خارج من فم مالك. كان واحد الفرق صغير بين الباب والحيط، كنت كنشوف فيه شنو واقع. بقيت مصدوم فاش بانت لي مالك كتحرك وكدوب بواحد الطريقه غريبه، وخلعتني فاش ناضت ديك المراه. شداتها وربطاتها من يديها ومن رجليها. كل شويه كنبغي ندخل كيحبسني داك الراجل وكيقول لي ما عندك ما دير لداخل. بقيت شي ساعه هكاك ولا ساعه ونص، سمعتها كتعيط ليا. غير دخلت غتبان لي مالك باركه عادي، ولكن كانت كتشوف ديريكش. سولت المراه شنو طرا، قالت لي خشك ولاش بخير، وداك الجن اللي كان فيها لداخل راه خرج منها، غير هو غادي خصها شويه د الوقت باش تعالج. مديت لها فلوسها اللي اتفقش معاه اليوم، وديك الساعه زيت خشي فوق داري. خرجت بها من ديك الدار كنجري. من مرة تحركنا في الغابه وخرجنا من تما وشدينا تاني الطريق حتى وصلنا للدار. ما فهمتش علاش خشي باقا مصدومه وهي خرج منها داك الجني. بقى جيا مات على هاد الحاله وحتى من الهضره ما كدويش. الا دوات فرا كتقول كلمه ولا جوج كلمات. تل واحد الصباح غنفيق على نبوري حيت كنت باغي نرجع للخدمه، حيت دابا شهر تقريبا ما بقيتش مشيت. صافي غسلت وجهي ولبست حوايجي ويلا بغيت نخرج مع الباب. غنحس بشي واحد مورايا، غندور نشوف غشبالي مالك واقفه. بقيت كنشوف فيها لابسه طابليه د الكوزينه وفي وجهها واحد الضحكه ولفت نشوفها ديما. فاش شفتها مشيت لعندها وقلت لها خشي علاش فايقه في هاد الصباح. قالت لي سمعتك البارح داوي في التليفون وقلتي ليها غدا غنجي الخدمه، داكشي علاش فقش طيبت لك الفطور. بديت كنضحك، قلت لها بالفرحات عليا نفطر من يدي نخشي. مشينا الكوزينه لقيت المسمن والبغرير واش منك يا كيكاش والبيض مسلوق. بديك الفرحه ديال الخشي رجعت كيف ما كانش وحسن كاع. كليش كلشي وما خليش والو. من مورا توادعش معاها ومشيت للشركه. مع الدخله وقفات عليا امل، سلمات عليا من الحنك وكاع الناس اللي كانوا في الشركه شافوها في سلمات عليا. دخلنا البيرو بقينا داوين. هي تقول لي خبرتي علينا حتى توحشناك. راكي عارفه خشي كانت مريضه وهاد الوقت كامل كنت واقف معها، حتى بديت كنحس بها بخير شويه. عاد جيت نخدم وانتي براسك قلتي لي خذ وقتك، كاينه ولا لا؟ قالت لي كاينه وحتى لو بغيتي تزيد شي شهر ما كاينش مشكل. قلت لها لا بركه عليا، اليوم فقش فرحان حيت شفت خشي ولاش بخير. قالت لي ايوا مزيان، وملي انت فرحان خلينا ندويو على داكشي اللي كنت عاودت ليك. عقلتي ولا لا؟ قلت لها عقلت وراني فكرت فيه ولقيت بلي هذاك هو الحل. كيف ما انتي محتاجه واحد في حياتك حتى انا محتاج وحده. شفتها ما تيقات هضرتي وكيتسحب لها غير النعاس وفقش. قلت لها هاد الهضره عرفتي شنو، انا اليوم عارض عليك الغدا. حبستني وقالت لي لا، مازال كنت سالك واحد الغدا كنت عرضت عليك وقلتي لي خليت الغدا ولكن ما جيتيش. قلت لها معليكش راكي كتعقلي مزيان، ولكن واخا لا ما نرداش في وجهك. وصل وقت الغدا مشينا لواحد الريستو حدا الشركه. فاش تغدينا دوينا على كيفاش بغينا يكون هادشي اللي بيناتنا. وفاش خرجنا من تما سولتني على الاب ديالي اللي بان داك النهار في العرس وفرتك كلشي. سولتني واش تلاقيتي بيه وصلحتو العلاقه. قلت لها لا موقع والو. من ديك الليله ما بقيتش شفتو. قالت لي صافي واخا، ولكن شنو بان لك اليوم تجي في العشاء عندي للدار انت وختك؟ قلت لها اليوم زعما غير دابا عرضتي عليا الغدا. قالت لي وشنو فيها؟ انا بغيت نتعرف على اختك ونزيد نتعرف عليك حتى انت او لا. قلت لها عندك الحق، صافي انا غنعيط ليها وغنقول لك شنو كاين. تفارقت انا ويا في البيرو ديالها ومشيت انا البيرو ديالي. صونيت المالك سولت عليها لقيتها ناشطه مع راسها. وفاش قلت لها راه معروضين هاد الليله ضحكات وسولتني شكون هادي. قلت لها المديره ديالي عرض علينا انا وياك العشاء باش تعرف عليك.
المهم وجدي راسك غير غنجي غنخرجو. وفعلا فاش خرجت من الشركه مشيت للدار لقيتها واجده وكتسنى فيا، ولكن انا فاش شفتها واجده قلت لها انا راني غير ضحكت معاك، حنا معروضين العشاء ودابا عاد الخمسة. قلت لك سير براسك حيت انا عارف الدريات شحال تقال في هادشي. بدات كضرب فيا وكتقول لي حرام عليك، وانا نقول لها غير خليك هكا شويه غنتحركوا. اصلا هي من داك النوع اللي كينعس مع التسعود وكيتعشى مع الثمانية. قلت لي واش كدوي على مراتك المستقبليه هكا؟ قلت لها لا حاجه راني غير ضاحك. المهم انا غندوش وغنخرج باش نمشيو. فالساليش من تدواش بقينا باركين شويه كندويو وكنتفرجوا حتى ضربت ديك 9 د الليل. عيطات لي امل كتسول فيا فينكم. خلعشة وقلت لها ما بقيناش جايين، ولكن من بعد قلت لها شويه نكونوا عندك. تحركنا بالطوموبيل وفاش وصلنا للدار لقيناها موجده كل شيء ومعمر الطابله كامله. اللي لاحظت هو خشي وامال تفاهموا بزاف لدرجه نساوني وبقاو داوين غير بيناتهم. وفاش تعشينا وسالينا شفت خشي مالك وقلت لها خشي مالك يلا نمشيو. دواش امل وقالت لي فين غتمشي؟ في خبارك لقيت مالك متبع نفس الفيلم اللي متبع انا. قلت له هادشي شنو كيعني؟ قالت لي كيعني بلي غنتفرجوا في الحلقه ديال اليوم عاد غتمشيو. بقيت كنشوف هي تقول لي سير للصالون راه كاين البلاي يلعب فيه بين مسالينا. قلت لها ويلي على كاين بلاي؟ ايوا على هاد الحساب زيدوا شي 3 د الحلقات. خليتهم كيضحكوا ومشيت للصالون. بقيت مقصر حيت وقفاش عليا خشي. قالت لي نمشيو. صافي بقاو ليا هكا، مره نتلاقاو عندي في الدار مره في دارها حيت درنا الخطوبه بجوج، ومن مورا شهر هكاك درنا العرس اللي حضر فيه كل شيء. من فوق هادشي امل كانت موجده لي واحد المفاجاه. قبل ما يبدا العرس كنت كنقلب على امل حيت ما عرفتش فين مشات، ولكن فاش لقيتها بانت لي واقفه مع الوالد اللي مازال ما زعمت نقول ليه الوالد. غير شفتو تخلاش وتميت غادي قاصدو. قلت لي انت شنو واش باغي تفرتك ليا الشمل تاني؟ ياك ما امل خشي الكبيره. بدا كيضحك ويقول لي لا ولدي ما تخافش، امل ولدي جابني من الدار باش نحضر العرس ديالك، وداكشي اللي كان وقع بيناتنا نساو ونبداو صفحه جديده، لا معاك لا مع بنتي مالك. وسمحاش فيهم وتخلاش عليهم وهما صغار. ولكن واحد الحاجه تعلمتها لراسي هي ديما متحكمش على الواحد حتى تشوف المعاناه اللي داز منها. ديك الساعه تقدر تحكم عليه وتقول راه هو خايب علاش دار هكاك. اما واحد الحبيب بالنسبه ليا بحال داك الحبل النجاش اللي كتعطى لشي واحد غارق في شي بحر ولا في شي واد، وبسببه كيعيش من جديد وكيرجع للحياه. واخا كان في واحد الوقيته غيدمر لي حياتي كون ما خرجش من مالك، ولكن في الاخر هانتوما كتشوفوا حياتي تقادات ورجعت احسن من الاول. والله يدوم علينا نعمه.